بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض ازاي بنحل المعادلات. طبعا احنا كنا بناخد معادلات قبل كده وكانت جميلة جدا، بس ما كانش عندنا لا الاعداد النسبية ولا الغير نسبية، فانا لازم اقرأ السؤال كويس عشان اعرف ايه المطلوب مني. اوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية: 3x أس 2 ناقص 7 بيساوي 8. قال لي بس بشرط ان الاكس بتنتمي لكيو الغير نسبية. كيو شرط، عايز تقول غير نسبية قول اللي انت عايزه. خلاص كده. طيب تعالى نكتب المسألة. ادي 3 اكس اس 2 بتساوي، هرحل عندي -7. ايه ده، هترميها بره يا ميس؟ هرميها بره، بس هرميها بإشارة مختلفة. هي بالسالب هطلعها بره بالموجب. امشي واحدة واحدة عشان ناخد الدرجات بتاعتنا. يبقى 3 اكس اس 2 بتساوي كام يا جميل؟ 15. 3 أس 2 بيساوي 15. يا ميس، احنا عندنا هنا معامل الاكس، معامل بتاعك ماله يا ميس؟ روح اقسم عليه بره على التلاتة على التلاتة، دول مشوا مع بعض. يبقى هيديني اكس أس 2 أو اكس تربيع بتساوي 15 على التلاتة يا جميل. ماما بتديني الخمسة. هضطر إن أنا أشيل التربيع وأنزل الإكس وأديها للجذر التربيعي للخمس. يعني عندنا التربيع هنشيلها ونحط مكانها جذر تربيع. ايوه، هنشيلها ونحط مكانها جذر تربيع. يبقى الاكس بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ للخمس. طيب هي 5 بس ولا 5 زائد او ناقص؟ لا، حط لها زائد او ناقص الخمسة. ماشي. طب وهي زائد او ناقص الخمسة يعني اعمل ايه يا ميس؟ كل اللي انت هتعمله يا جميل كالاتي. يعني احنا عندنا زائد او ناقص الجذر التربيعي للخمسة، الكلام ده باكس بتساوي. يا ميس، طب احنا عايزين مجموعة الحل. مجموعة الحل، حطي ميم ح بتساوي، نفتح قوس مجموعة، افتح قوس مجموعة. هنحط مرة الجذر الخمسة بالموجب، ايوه، وبعدين يا ميس ومرة هنحطها بالسالب. بس خلاص، يلا نحل واحدة كمان. تعالوا نشوف مسألة جميلة زي دي مع بعض. أول حاجة يا ولاد لازم أرحلها العدد اللي في النص، ده نص الإجابة. يلا نكتبها تاني. نص إكس أس 2 بتساوي، خلي -4 زي ما هي. أيوة، موجب 1 تطلع -1. تاني نص إكس أس 2 بتساوي، طبعا العددين بالسالب، الناتج بتاعي بالسالب. كده احنا خلصنا. بجد يا ميس؟ طبعا، بس انا المفروض اخلص من مين؟ من الكسر. اضرب في مقلوبه، يعني 2 على 1 ب2 في الطرفين اهو. دي مشيت مع دي، يتبقى اكس اس 2 بتساوي سالب مين؟ -10. بس انت يا ميس ما قلتيش انت عايزاه في انهي مجموعه. قلت لك انا عايزاه في مجموعه الاعداد الحقيقيه. مجموعه اعداد حقيقيه، الار يعني الار. هنشوف العدد اللي طالع عندي. زي ما اتفقنا هنشيل الاتنين واحطها لمين؟ للجذر التربيعي للعشر اهي. ادي الجذر التربيعي وادي -10. الناتج اللي هيطلع يا ولاد يا اما بالسالب يا اما بالموجب. يبقى اذا ايه يا ميس؟ اذا عندي الاكس بتساوي موجب او سالب الجذر التربيعي. احنا مش بنكتب التربيعي يا ميس، صح؟ انت صح. جذر التربيعي -10. -10. طب وانت عندك رقم بيتضرب في نفسه، وقلنا اصلا مفيش عدد يدي الجذر التربيعي للسالب. السالب مفيش يا ميس، ما انت لسه مدياها لنا. يبقى الموضوع ده مش موجود عندك في مين يا قلب ماما؟ في الار. يعني لو جذر تربيعي وما ينفعش يتحل مش موجود في الار، تمام، مش موجود في الار. طب يا ميس نعمل ايه يعني؟ يبقى مجموعة الحل مالها؟ بتساوي الفاي. يبقى مجموعة الحل بتساوي الفاي. ده كده 2 مسائل من المعادلات. تعالى مع بعض نحل 2 تاني بس بفيديو تاني جميل كده زيها.